اختيار التخصص واحدة من الفترات والمواقف الصعبة اللي بنقابلها كخريجين كلية طب. ببساطة عشان مفيش حاجة صح وحاجة غلط، كل التخصصات مهمة، كل التخصصات مفيدة. حتى لو عندنا تفاضل ما بين تخصص والتاني بيبقى بناء على تقييم غير صحيح. أنا بحب مثلا جراحة المخ والأعصاب وأنا عمري ما شفت حد شغال جراحة مخ وأعصاب. بحب جراحة القلب وانا عمري ما اتحطيت في ستريس الوضع ده، ولا اعرف نظام عامل ازاي ولا بيشتغلوا ازاي ولا اي حاجة. وببساطة ده مش حب، الحب لازم يكون مبني عن معرفة. حب المجهول او الحب حاجة معرفهاش ده بيبقى مجرد اعجاب خارجي، مجرد ان انت عاجبك اسم التخصص لكن انت ما تعرفش حاجة عنه ولا عن تفاصيله. كمان ناس كتير بيبقى عندها بايس بسبب ان هو مثلا في حد في عيلته دكتور تخصص معين فهو ما شافش غير التخصص ده. فخلاص بيقرر ان انا اتخصص التخصص ده عشان هو ده اللي حواليا، مع انه ممكن يكون اشطر بكتير في تخصص تاني. فكرة ان انت كل يوم تصحى الصبح تعمل حاجة لمدة 20 30 40 سنة حاجة مهمة قوي. ما ينفعش تصحى كل يوم الصبح بتعمل حاجة انت ما بتحبهاش، او على الاقل حاجة بتكرهها. يعني ما ينفعش تصحى كل يوم تعمل حاجة بتكرهها. ممكن تكون على الاقل متقبل التخصص، لكن ما ينفعش تروح انا ما بحبش مثلا النساء واروح اخدها عشان تقديري جايب نساء، او عشان نصحوني ان تخصص النساء ده كويس وبيشتغل كويس وبيجيب فلوس كويسة. اي تخصص هتاخده وتبقى شاطر فيه هتشتغل كويس وهتجيب فلوس كويسة. كل الفكرة في مستواك. وعشان ابقى شاطر في حاجة لازم اكون بحبها او على الاقل متقبلها، لان الموضوع مش يوم ولا 2 ولا شهر ولا سنة، الموضوع سنين، عمرك كله هتقضيه في التخصص ده. يعني دي علاقة جواز أبدية أكتر من علاقة الجواز الحقيقية كمان. فالتخصص اللي انت هتاخد قرار تكمل معاه حياتك لازم تكون عارف تفاصيل عنه، لازم تنزل المستشفى وتشوف الناس اللي بيشتغلوا التخصص ده اخبارهم ايه، اللايف ستايل بتاعتهم، بيشتغلوا كام ساعة، اخبار البرايفت بتاعهم عامل ايه، هل في حالات انترستنج ولا لا، بيتعلموا ولا ما بيتعلموش، وهكذا. لكن ما تاخدش اي تخصص بناء عن تقييم غيرك او رأي غيرك، لان دي حاجة انت اللي هتفضل عايشها طول حياتك.